وزنها 10 كيلو ذهب، وقالوا عليها الحاجة الوحيدة التي لا تقدر بثمن. جمعت بين التاريخ اللي عدى ال5000 سنة والمعادن الغالية اللي مفيش منها اتنين. نحتها حير خبراء الآثار في العالم، ولحد دلوقتي مش عارفين سر الدقة والإتقان والخامات دي جاية منين. مصنوعة من الذهب النقي الخالص 100%، ومرصعة بمجموعة أحجار كريمة نادرة جدا ومش موجودة من الأساس. أثبتت إن المصري القديم كان عبقري بمعنى الكلمة، كل زخرفة فيها وكل تفصيلة بتعكس جزء من حياة الملك. خطفت قلوب السياح وعليها تعاويذ سحرية، قالوا إنها بتحمي الملك في رحلته للحياة التانية، وده بيعتبره الملك درع الروحي ليه. يا ترى إيه حكاية قناع توت عنخ آمون واللي قالوا عليه معجزة علمية؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. تخيل انك واقف قدام اغلى قطعة اثار في العالم، مش في مزاد ولا في فيلم وثائقي، ده واقع وحقيقي وموجود هنا في مصر في المتحف المصري الكبير. القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون مش بس اغلى من اي تحفة او لوحة اتباعت في مزاد، ولا حتى من المجوهرات الملكية اللي بنشوفها في القصص. ده قطعة محدش يقدر يقيمها لانها ببساطة مفيش تمن اصلا يتقال عليها. القناع ده مصنوع بالكامل من طبقات ذهب خالص، وزنه اكتر من 10 كيلو جرام، وشكله خرافي، مفيش فيه تفصيلة واحدة إلا ومعمولة بدقة جنونية من آلاف السنين. لبسه الملك الشاب وهو حاطط على رأسه التاج الفرعوني اللي فيه الكبرى والنسر، واللي بيرمزوا للحماية والسيطرة، والعينين معمولة من الكوارتز وكمان الأوبسيديان، وحتى اللحية الذهبية متزينة بمعجون زجاج أحمر وأزرق، وكل ده منحوت بإيد فنان مصري قديم سابق عصره. والأغرب بقى إن القناع ده من جواه من ناحية الظهر منقوش عليه تعاويذ من كتاب الموتى، تعاويذ سحرية بتتقال عشان تحمي الملك في رحلته للحياة التانية وبتضمن له الخلود. وكأن القناع ده مش بس زينة، لأ، ده درع روحي بيتشال على وشه حتى بعد الرحيل. توت عنخ آمون نفسه مش ملك عادي، رغم انه رحل وهو لسه شاب صغير وما حكمش غير 9 سنين بس. مكان مثواه لما اتفتح سنة 1922 على ايد هوارد كارتر كان زي الكنز. لقينا فيه اكتر من 5000 قطعة أثرية كلها في حالة ممتازة، وده نادر جدا. مفيش ولا جبانة ملكية فرعونية اتلاقت كاملة غير جبانته، وده اللي خلى توت يتحول من ملك منسي لرمز عالمي. القناع ده بقى تحديدا هو أيقونة الحضارة المصرية القديمة، يعني لما بنقول مصر الفرعونية صورته بتطلع أول حاجة على طول. ولو دخلت أي متحف أو موسوعة أو حتى كتاب تاريخي لازم تلاقي صورة قناع توت عنخ آمون، مش بس عشان جماله أو قيمته، لكن لأنه بيحمل في طياته قصة حضارة كاملة. واللي يشوفه من قريب زي ما قال صانع المحتوى أحمد المصري يحس إنه مسحور. كل تفصيلة فيه بتحكي حكاية، بتقولك إن اللي نحت القناع ده ما كانش بيشتغل بايده، ده كان بيحط روحه في كل ملمس وكل لون وكل خط مرسوم. القناع حاليا بيتم التحضير لعرضه في المتحف المصري الكبير في قاعة مخصصة للملك توت عنخ آمون، والأول مرة كل القطع هتتجمع في مكان واحد في عرض متكامل هيخلي الزائرين من كل العالم يشوفوا قد ايه الحضارة المصرية كانت متقدمة وغنية ومبدعة. وزي ما بيقولوا كل قطعة في جبان التوت ليها قيمة، بس القناع ده بالذات هو التاج فوق الكل، هو الرمز، هو اللغز، هو المعجزة اللي عاشت آلاف السنين ولسه مبهرة، وبتخلي كل اللي يشوفها يقف مذهول. مش محتاج تكون خبير آثار عشان تحس بقيمة القناع، كل اللي عليك تقف قدامه وتسيب عينك تمشي على تفاصيله، ساعتها هتفهم ليه القناع ده هو الأغلى في العالم، مش بس بالذهب اللي فيه لكن بالقصة اللي وراه، بالحضارة اللي صنعته، وبالمكانة اللي واخدها في قلوب الناس من كل بلد في العالم.